بما أننا على أبواب عيد الأضحى غادي نشارك معاكم 5 ديال المرافقات اللي ترافقوهم مع المشاوي ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنىكم تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معاكم 5 ديال المقبلات أو المرافقات اللي غترافقوا مع المشاوي ديالكم. مع الأختي اللي تبعي معايا الفيديو من البداية حتى النهاية، ولا كنتي أول مرة كتشوفيني ما تنساش أنك تشتركي وتفعلي الجرس باش دائما يوصلك الجديد القناة ديالي. وبطبيعة الحال فضلا منكم وليس امرا، صراحة هاد المقبلات وحده كتنسيك في الاخرى، كيجيو لذاذين ورائعين وتقدميهم اختي لضيافك بوجهك احمر وكيجيو راقيين في الشكل. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، فرجة واستفادة. يلا نبداو الفيديو ديالنا بسم الله على بركة الله. اول حاجه عندي هنايا اللوبيا اللي كديروا القياس يعني اللي بغيتو. عندي هنايا غسلتها وسلقتها، ما تسلقوهاش حتى طيب تماما، المهم غير كيبدا يدخلها هكا الطياب صافي كنطفيو عليها. كنسلقوها بشويه ديال المليحه، كتخليوها الميم با واحد ل 15 دقيقه صافي وكتطفيو عليها، وكنخليوها حتى تقطر تماما من داك الماء. وكنجيبو هكا القطعه ديال الربيع وكنقطعها هكا رقيقه. الا كانت عندكم الهاشوار دوزوها في الهاشوار غادي تسهل عليكم الخدمه. المهم انا كنسهل على كل شيء اللي عنده الهاشوار واللي ما عندوش كنسهل عليكم. كتقطعوها هكا رقيقه، ماشي كتقطعوها يعني حتى كتذوب تماما، غير بحال اللي كتفرفشوها وصافي. صدقوني يا البنات هاد المقبلات هادو راه كيجيو رائعين وكيجيو لذاذين. راه ممكن انك ديريها هكا في بواطه وكديريها في الثلاجه وكتبقاي فين ما حطيتي المشاوي ديالك او لا حطيتي شي هكا الطبق الرئيسي كتقدميوها كترافقيها معاه. هنايا جبت المقله ديالي درت فيها شويه ديال الربيع، وغادي نضيف كذلك 2 فصوص ديال الثومه، وغادي نضيف هنايا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، والملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. هنايا انا درت غير الزيت نباتيه، الا عندكم زيت الزيتون ديروه. وعندي هنايا ما يعادل 2 معالق كبارين ديال الحامض، وغادي نخلط الكل جيدا. وغادي ندير هكا وريقات ديال الزعتر اولا الاوراق المنسمه، اي ورق يعني منسم بغيتو، اي منسمات بغيتو ديروها كيبقى لكم الاختيار. هنا حطيتهم فوق النار اللي مهيله حتى تشحروا ليا دوك المكونات صافي. غادي ندير عليهم داك اللوبيا اللي قطعت، وغادي نرجعهم فوق النار، غنخليهم حتى يتشحروا مزيان حتى يدخلوا ليا دوك التوابل في اللوبيا اللي درت صافي. هنايا عندي البطاطا سلقتها حتى هي غادي ندير ليها نفس الطريقه. بالحق غادي ندير ليها غير الاعشاب المنسمه وغادي ندير ليها الربيع. هنايا عندي 2 فصوص كذلك ديال الثوم، وعندي الربيع ما يعادل 2 معالق، والحامض ضروري من الحامض في هاد الوجبات هادو. وعندي هنايا الوراق ديال الزعتر هكا اللي كيكونوا طريين، والملحه اللي كتبقى على حسب الذوق. درت حتى فيها المليحه، الكمون، الابزار، ودرتهم يتشحروا. وبالنسبه للمقبل او الطبق الثالث جبت هنايا الفلفله بالالوان، عندي الحمراء والخضراء والصفراء، وغادي ندهنهم هكا بشويه ديال الزيت، وغادي ندخلهم للفرن ونخليهم حتى يطيبوا. هنايا البطاطا بعد ما وجدات شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتجي، صراحه كتجي فيها واحد المذاق اللي هائل جدا. وهنايا بعد ما يعني ساليت هاد المقبلات اللي كيكونوا هكا سخانين كيطيبوا، غندوز مباشره باش نوجد السلطه اللي غادي نرافق معاهم. عندي هنايا الخس حتى هو اللي غسلته وخليته حتى تسقطر تماما ما يبقاش فيه داك الماء. وغادي نقطعوه هكايا، حاولوا انكم تقطعوه رقيق بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. وجبت هنايا طبق التقديم اللي غادي نقدم فيه السلطه ديالي. وهنايا عندي كذلك البرتقال او الليمون اللي غادي نقطعوه حتى هو غير هكا، غير بطريقه اللي هي عشوائيه، ونحيد ليه داك العظيمات ديالو. حاولوا انكم ما تضغطوش عليه، يكون شي موس ماضي باش ملي كتبداو تقطعوه
ما كيطلقش لكم داك العصير ديالو. هذاك العصير خصو يبقى فيه باش يطلق فوق من داك الخس وكيعطي واحد المذاق اللي زوين. بالنسبه هنا راه اي فخوي عندكم بغيتو تضيفوها راه كتضيفوها لهاد السلطه هادي، يعني ديروا داكشي اللي متواجد عندكم. انا غندير داكشي الموسمي اللي متواجد عندي هنايا المشماش، غادي نحيد ليه هكا العظم ديالو، غادي نقسمو غير على نقسمو هكا على 4. درت الليمون وغادي ندير فوق منه المشماش، وزعوه هكا غير بطريقه اللي هي عشوائيه. وهنا عندي الباربه اللي حتى هي سلقتها، غادي حتى هي نقطعها مربعات. المهم نتوما ديروا القياس على حسب يعني الافراد الناس اللي عندكم. وانا بعد ما قطعتها كنحاول نوزعها فوق السلطه ديالي بهذه الطريقه هذه. صراحه كيجي فيها المنظر كيفتح النفس، هذه راه تاكلوها غير بوحدها، راه كلها فيتامينات وكذلك زوينه. وعندي هنايا الزبيب اللي جبت هذا النوع الاسود اللي حتى هو كنوزعو بهذه الطريقه اللي هي عشوائيه، وغادي نضيف كذلك الزبيب اللي كيكون اللون ديالو ابيض. المهم انا درت جوج الانواع، بغيتو ديروا الكركاع حتى هو متواجد عندكم. الا عندكم هكا الفواكه الحمراء، انا عندي هنايا غير هكا الفريز هو اللي درت. الا عندكم هكا الفخومبواز او داك التوت البري راه هو كديروه، بالتالي كتجي داك هذه السلطه ديالنا. هنايا بعد ما تشوات ليا الفلفله اولا تقلات، صراحه ملي كديروها ديروا ليها الطريقه هذه وكتدخلوها الفران راها كتقلى ماشي كتشوى. حيدت لها ديك القشره ديالها، حاولوا انكم ما تغسلوها ما حتى شي حاجه، يعني حيدوا لها غير ديك القشره ديالها، غير دفا وحيدوا لها القشره ديالها. وكنبدا نقطعها هكا شرائح اللي هي طويله، ما ترقوهاش بزاف باش ملي كتبداو تشحروا فيها ما تعجنش ليكم. هنا بعد ما قطعتها شرائح جبت هنايا غندير ليها شويه ديال الربيع وكذلك جوج فصوص ديال الثوم. صراحه انا كتعجبني الثومه بزاف داكشي اش كنكثر منها. ودرت جوج معالق ديال الحامض، وضفت كذلك الابزار، الملحه، الكمون وشحرتها. وبالتالي كيجي هذا هو الشكل ديال المقبلات اللي شاركت معكم اليوم. بالنسبه للبطاطا اللي كنت سلقت، يعني نقصت واحد النص شحرته والنص قطعته هكايا وقليته، حتى هي كتجي رائعه. غير جربوها بهذه الطريقه، كونوا على يقين ان وليداتكم عمرهم ما غيطلبوا لكم الفريت مازال، غير يوليو دائما يطلبوا لكم بطاطا بهذه الطريقه. وبطاطا اللي درت ليها حتى هي الزعتر ودرت ليها الاعشاب المنسمه حتى هي كيفاش جات. المهم كنتمنى انا السلطات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم او المقبلات ينالوا الرضا ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من واحد اللايك وبارطاج. وهنا كيسالي الفيديو ديالي، ما يبقى لي الا نودعكم ونضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.